أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي المتجدد وأمم أمثالكم. نسعد بصحبتكم من خلال تعرفنا النهاردة على مجموعة من الفقرات الجديدة والمتنوعة، وطبعا عندنا الفقرة الرئيسية اللي هتناول فيها واحد من أعضاء مملكة الحيوانات شركائنا على الأرض. النهاردة إن شاء الله هنستعرض معاكم حيوان جديد، يمكن هنسمع معلومات جديدة لأول مرة قد تغير بعض من أفكارنا المرتبطة به، ولكن اسمحوا لنا في البداية نتوقف مع هذه الفقرة التسجيلية. صوته نذير بالشؤم، ورؤيته لابد وأن يتبعها شر. هذا الطائر الأسود الذي حظى بسمعة متناقضة بالأدب والثقافات المختلفة يمثل رمزاً غامضاً يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات، فقد ارتبط بصورة الموت والتشاؤم في بعض الثقافات، بينما اعتبر في أخرى رمزاً للحكمة والذكاء. على الرغم من هذه الصورة السلبية، فإن الغراب يمتلك أيضاً جوانب إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كاف، فقد كان الغراب أول معلم للإنسان، حيث عرفه كيفية دفن الموتى. الغراب هو أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، فهو يقظ شديد الذكاء. تتصرف الغربان حسب قوانين الجماعة، ويحاسب الخارج على قوانينها بنصب المحاكم على أرض فضاء واسعة، ويأتي الغراب المتهم تحت حراسة مشددة منكساً الرأس، خافضاً الجناحين وممسكاً عن النعيق، اعترافاً بذنبه في مشهد مهيب، ويصدر بعد ذلك الحكم عليه، وتتنوع العقوبات من نتف الريش إلى الإعدام. تتميز الغربان بتعاون وثيق وتواصل فريد وقدرة استثنائية على حل المشكلات. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين وفقرتنا الرئيسية لهذا اللقاء، واللي نوهنا عن أنها ستدور عن الغراب، هذا الطائر المظلوم اللي جاية ما نسمع النهاردة من خلال فقرتنا دي لماذا ظلمنا الغراب. اسمحوا لي ارحب بضيفي في هذا اللقاء الاستاذ الدكتور احمد شحاته، مدرس بكليه الطب والبيطري جامعه الزقازيق. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. الغراب، لو عايزين نعرف الساده المشاهدين سريعا عن الغراب، حضرتك عارف احنا للاسف في مجتمعاتنا شويه الناس بتنظر للغراب نظره يعني خاطئه شويه، عندهم تخوف منه، بيخافوا لما يسمعوا صوته، بيعتبروا انه من يعني نذير شؤم، وكل هذه الافكار الموجوده عن الغراب. لو عايزين بقى النهارده نعرف الناس بشكل دقيق عن الغراب نقول لهم ايه؟ اولا انا يعني بشكر الناس اللي عدت الحلقه عن الغراب لسبب، لان زي ما حضرتك قلتي ان الطائر ده مظلوم، وهو مش مظلوم بس، لا، لان الطائر ده بيقولوا عليه ان هو مبخس القيمه، بمعنى ان هو طائر فيه امكانيات وفيه حاجات الناس لما تعرفها النهارده فعلا هتغير نظرتها عن الغراب. لان الغراب هو طائر ما اقدرش اقول عليه ان هو طائر ذكي، هو اذكى طائر في العالم. الغراب هو طائر شجاع، هو الطائر الوحيد اللي هو يقدر يهاجم النسر. الغراب عندنا معتقدات ان هو نذير شؤم بسبب ظهوره في موضوع الموتى ودفن الموتى، كمان كان في بعض ان هو كان بيظهر في المعارك، كمان صوت الغراب نفسه الناس بتفكر ان هو مؤذي وفيه مشكله هتحصل او في حاجه وحشه هتحصل، فهم المعتقدات الناس بتكون عن حاجه هم سمعوها قبل كده وانتقلت ما بين الناس، لكن معظم الناس ما تعرفش الحقيقه الكامله عن الغراب. الغراب
ذكر في القرآن وهو معلم البشرية. هو مش معلم البشرية في دفن الموتى بس، لا، هو معلم البشرية في مجالات كتيرة هنقولها النهاردة. الغراب مختلف عن جميع أنواع الطيور في الذكاء. المخ بتاع الغراب مختلف، الكلام ده كله هنقوله. الغراب عندهم قوانينهم الخاصة ويعيشون في جماعات. الغراب فعلا مشابهة للبشر في حاجات كتير، سواء في سلوكها، في الذكاء بتاعها، في طريقة الحصول على الطعام، حاجات كتير قوي. الغراب مشابه للبشر. في ناس كتير بتفكر ان الغراب هو نذير شؤم، ولما بيشوفوا الغراب بيقولوا ان في مشكله هتحصل، فخلاص هم مش عندهم استعداد ان هم يسمعوا هل الغراب ده فعلا طائر ذو قيمه، طائر نقدر نقول عليه ان هو لازم نبحث عنه ونعرف ان الغراب ده في حاجات كتيره قوي الناس ما تعرفهاش. فلو بدانا ان احنا نفصل بقى الغراب هنقول ان هو طائر. الناس طبعا بتعتقد ان هو اللون الاسود بس، لا، هو اللون الاسود هو اللون الكومن او اللي هو المعروف، ولكن في بعض الالوان الاخرى الموجوده للغراب، فهم شافوا ان هو شكله او لونه اسود، فقال لك ان هو كده ايه، من العلامات اللي ممكن يعني تضاف الى فكره انه نذير شؤم. انه نذير شؤم. كمان هو بيظهر في المعارك او في الاماكن اللي بيكون فيها جسامين او كده، فبيقول لك لا، ده هو بيظهر فيه يعني في حاجه وحشه هتحصل. لكن هم الجوانب الاخرى اللي احنا هنتكلم عليها النهارده في الحلقه، وهنشوف قد ايه ان هو طائر عبقري، طائر حلال المشاكل. هو يعني احنا في البشر لما بيقابل حد مشكله، في ناس بتستسلم وناس تقول لك خلاص انا مش هقدر. الغراب ما عندوش الكلام ده. الغراب ما بيستسلمش. الغراب في طريقه حصوله على الطعام بيجد صعوبات كثير ولا يستسلم. والغراب من اكثر الطيور التي تستخدم الوسائل المساعده. يعني ايه وسائل مساعده؟ هو قدامه الاكل بس هو ما يعرفش يحصل عليه، فبيحاول يدور على اي طريقه او على اي فكره او على اي حاجه علشان يحصل على الطعام. الغراب ما بتعيش فردي، يعني ما فيش طائر بيعيش فردي، لا، هم بيعيشوا في جماعات. ومن اكتر الطيور اللي هي بتعيش في جماعات وحيوانات وطيور اجتماعيه هم الغربان. طيب نخش بقى بالتفصيل اكتر في كل النقاط اللي حضرتك اثرتها دي. تمام. لوحدها محتاجه ان احنا نتكلم مده طويله جدا. تمام. ولكن خلينا الاول نحدد، هل الغراب مرتبط باماكن معينه لظهوره؟ يعني هل هو مثلا اميل للظهور في المناطق الدافئه الحاره البارده، ولا الغراب بيتواجد في كل انحاء الارض؟ لا، هو موجود في كل انحاء الارض وموجود في معظم الفصول، ولكن دائما بيكون، احنا قلنا ان هو بيعيش في جماعات، ولكن يظهر اكثر في الشتاء. دايما بيعيش على هيئه، لما بيجي يسافر او بيعمل ترحال ما بيمشيش مثلا على هيئه جماعه واحده، لا، جماعات وعلى هيئه اسراب. حتى في بعض المجلات العلميه قال لك ان انت ممكن تشوف اسراب من الغربان في فصل الشتاء ممكن تقدر الى 2 مليون مثلا، 2 مليون طائر في السماء، لانهم اصلا الطائر الغربان بيترحل في جماعات. طب ليه هو بيعيش الترحال بتاعه او بيسافر او دايما في جماعات؟ لانهم من اكتر الطيور اللي هي بتحاول تحذر بعضها او بتعلم بعضها الحياه الاجتماعيه، ومن اكتر الطيور اللي هي بتحاول تعمل فوكاليزيشن او بتنادي او بتعرف بعضها ان في خطر في منطقه معينه. كمان ان هي لما بتيجي تهاجم مثلا النسر، مفيش غراب واحد بس هو اللي بيهاجم النسر، لا، مجموعه من الغربان. والغراب له قدره على عمل حركات تكتيكيه في السماء، يعني هو بيقدر وهو بيطير بيعمل حاجات تقدر مناورات. هو الطائر الوحيد اللي يقدر يعمل مناورات. عشان كده كمان ان هو بيقدر، عنده الشجاعه ان هو يطير ورا النسر، وفي صور وفي فيديوهات تقول لك ان هو الطائر الوحيد الذي يهاجم. وهو مش بيهاجم بس، عشان نوضح الفكره، هو اصلا طائر لا يهاجم النسور، لان النسر طبعا هو ده بيبقى رد فعل او دفاع. هو بيبقى خايف على العش بتاعه او خايف على الصغار بتوعه، فالنسر طبعا بيحاول يقترب منهم، ولكن ما فيش غراب بيهاجم النسر. هم دايما المجموعه كلها بتحاول تهاجم النسر. وطبعا لو خطوه استباقيه للدفاع، خطوه استباقيه. وفي قصه كمان في موضوع الغراب والنسر. طيب خلينا نسمع القصه مع حضرتك ومع مشاهدينا، ولكن اسمح لنا الاول دلوقتي نتوقف مع فقره هل تعلم، ونعود ونستكمل هذا الحوار الشيق عن الغراب. هل تعلم؟ تستطيع الغربان تذكر وجوه الأشخاص الذين أساءوا إليها، وأيضاً الذين أحسنوا إليها. لكل مجموعة من الغربان لغة خاصة بها
تماما مثل البشر. الغربان ليست مجرد طيور تعيش في مجموعات، بل لديها علاقات اجتماعية معقدة تشمل التعاون، التضامن، وحتى الانتقام. تستخدم الغربان أدوات مختلفة لمساعدتها في الحصول على الطعام، مثل العصا، الأحجار، كما أنها تقوم بتخزين الطعام في أماكن مختلفة لتأكله في وقت آخر. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور أحمد شحاتة عن الغراب. قبل الفاصل حضرتك قلت إنك هتقول لنا عن قصة تربط يعني الغراب بالنسر. هو العدو، اكثر عدو بالنسبه لي الغربان هو النسر، وطبعا النسر معروف ان هو اقوى طائر في العالم، ولكن احنا قلنا ان الغراب هو اذكى طائر في العالم، فهو بيحاول ان هو يدافع عن العش بتاعه، او يحاول يدافع عن الصغار. فهم بيحاولوا ان هم يعادوا النسر في مجموعه، لان الغراب الواحد ما يقدرش على النسر طبعا. ولكن الغراب اول ما بيوصل لمرحله ان هو خلاص النسر هيبعد عنه، ممكن يطير ويقف فوق النسر. الغراب اللي هو الصغير يقف فوق النسر، وده حاجه يعني ما حدش يعرفها، ان ممكن طائر ضعيف مثل الغراب ان هو يهاجم اقوى طائر في العالم ويقف على ظهره ويقعد ينقر له في الرقبه بتاعته. ولكن الجميل بقى في النسر ان هو ما فيش رد فعل منه لسببين. اول سبب ان النسر في السماء ما بيعرفش يعمل الحركات التكتيكيه او المناورات لان حجمه كبير، الغراب بيقدر بيعملها. لكن هو عنده حاجه تانية، ان هو يقدر يطير، يفرد جناحه ويطير لاعلى مكان في السماء. وطبعا كلنا عارفين ان كل ما بتعلو في السماء الاكسجين بيقل، فهو النسر يقدر، دي حاجه بقى ميزه ربنا خصها بالنسور، ان هو يقدر يستحمل قله الاكسجين عن الغراب ما يقدرش يستحمل ان هو يفضل يطير لمسافات عاليه، فبالتالي بيحصل له نقص اكسجين فبيبعد، او ممكن لو فضل على النسر ممكن يحصل له نفوق او يموت. عشان كده هو بيبتعد عن النسر. تمام. هل الغربان كلها أنواع واحدة ولا فيها أنواع أو فصائل؟ لا، هي الغربان فيها فصائل وفيها أنواع كتير، ولكن المور كومن هو الغراب اللون الأسود اللي هو المشهور، وفي نوع الغراب الأمريكي موجود، وفي بعض الغربان اللي بيكون فيها بعض النقاط البيضاء موجودة في المناطق الجليدية. ولكن احنا طبعا في المنطقة بتاعتنا الغراب الأكثر شهرة هو الغراب الأسود. وفي ملحوظة بس في الغراب هو عبارة عن طائر صغير وزنه من 300 ل 600 جرام، يعني ممكن نقول متوسط نص كيلو. وكمان اللي هو الطول بتاعه من 35 لعند 50 سم على حسب الفصيلة. هو طائر صغير، ولكن العقل البرين أو المخ بتاع الغراب مختلف عن جميع أنواع الطيور. مختلف ازاي؟ مختلف في حاجتين. أول حاجة إن حجم المخ بتاعه مقارنة بالجسم كبير. بمعنى ايه؟ لو احنا مثلا قلنا على مثال النعامه بتبقى كبيره في الحجم ورقبتها طويله والمخ بتاعها صغير، فحجم المخ بالنسبه لحجم النعامه الصغير. على العكس في الغراب عن بقيه فصائل الطيور، ان حجم المخ بالنسبه للجسم كله هو كبير. فده بيدينا معلومه ان هو اذكى طائر في العالم، لان المخ بتاعه حجمه كبير بالنسبه للجسم. نقطه يعني الحجم بتاع المخ بيحدد الى قدر كبير جدا، الى قدر كبير من الذكاء صغر او كبر. دي حاجه تانية، ان الطب والعلم والتشريح لقوا ان المخ والدماغ بتاعه الغراب لما جم عملوها سكان لقوا ان هي بتتشابه مع البرايميتس او الرئيسيات، اللي هو مثلا الشمبانزي، الغوريلا، اللي هم اصلا يعني لو شفناهم كده هنلاقي ان هم شبه الانسان، فهو حجمهم متطور زي الانسان. فلما نلاقي ان في طائر وحيد اللي هو الغراب حجم مخه كبير مقارنة بجسمه، وكمان نلاقي ان في مراكز اللي هي موجودة في المخ وتشابه المخ مع البرايميتس او الرئيسيات، ده بيديه ان هو يعتبر اذكى طائر في العالم. طب احنا عايزين نقول بقى نتكلم شوية عن الذكاء بتاع الغراب. انا ما اقدرش اقول على الغراب ان هو طائر ذكي. هو اذكى طائر في العالم
بلا استثناء. يعني ما ينفعش احط طائر في الذكاء بالنسبه للغراب، والامثله كثيره والفيديوهات كثيره، يعني ممكن نتكلم حلقات كثيره عن ذكاء الغراب فقط. يا ريت حضرتك ندي امثله. ندي امثله. الغراب لما بيجي مثلا على شجره وفي مثلا ثقوب، الثقب ده ممكن يكون موجود فيه غذاء للغراب، مثلا حشرات او اي حاجه، والثقب ده بيكون عميق. هو ما بيقولش ان انا مش هعرف او خلاص انا مش هعرف اجيب الفريسه، لا، هو بيحاول يدور على تولز، وهو ده من اكتر الطيور اللي بتستخدم التولز او الادوات. هو بيدور على ستيك او عصايه ويدخلها جوه الثقب علشان يجيب الايه، عشان يجيب الفريسه. ممكن العصايه تبقى ستريت او مستقيمه فما يعرفش، هو يحاول يجيب اي حاجه بحيث يخليها زي الخطاف كده، ويبدا يعلق الفريسه، تمام، ويحصل عليها. حاجه تانية ان ممكن بعض المجلات وبعض المعامل اللي هي بتختص في الحيوانات والطيور عملوا بعض التجارب، وقال لك ان جابوا مثلا كوبايه، والكوبايه ديت بتكون فيها ميه بس مثلا ربعها، وفيها فريسه او حاجه من الحاجات اللي الغراب بياكلها. طبعا بمنقاره هو مش هيعرف يوصل ليها، فهو الغراب فكر بيعمل ايه، بيروح يجيب الحصى ويبدا يحط في قلب الكوبايه، فايه اللي بيحصل؟ ان كميه منسوب بيرتفع، فهو لسه ما وصلش برضه بمنقاره للفريسه، يروح يجيب كمان حصى ويحطها تاني في الكوبايه لعند ما توصل لمستوى ان هو يقدر يحصل عليها. فبالنسبه لموضوع الاكل في الغراب، ان هو ما بيستسلمش ان هو ازاي يجيب الطعام، لا، هو بيدور على الادوات، وكمان هو محدد الاهداف. يعني هو ما يعني مش شغال عشوائي، لا، هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستخدم الادوات، يدور على حاجات كتيره تساعده في الحصول على الطعام ويبتكر. يعني هو ما بيستسلمش. في كمان حاجه بتدل على ذكاء الغراب وميزه ما حدش، يعني في ناس كتير ما تعرفهاش، ان هو ليه، يعني مش عارف اقول هو للاسف ولا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، لسبب ان الغراب هو الطائر الوحيد اللي بيقدر يتعرف على وجوه البشر. هو مش بس بيتعرف على وجوه البشر، هو بيتذكرها لمدة سنوات وبيحفظها. بمعنى ان لو في انسان عمل يعني الغراب بيشوف الانسان بكامل شكله وهيئته، مش شكل هلامي، مش لا بيتذكر الوجه بتاعه. وكمان في بعض المجلات العلمية قالت لك ان هو بيحدد الاشخاص او البشر اللي هم الكويسين واللي هم الطيبين يعني، وفي بعض الاشخاص اللي هم الشريرين اللي ده من خلال المواقف والتجارب معاهم. فهو بيحدد البشر ده اذا كان هو كويس، عمل معاه موقف كويس ولا. طب لو عمل مع الغراب موقف كويس، اللي احنا بنقول عليه ان الغراب مش وحش، بيحاول يكافئه. طب هو بيكافئه ازاي؟ الغراب ممكن نروح للعش بتاعه نلاقي مش بس موجود عنده الصغار بتوعه، لا، ممكن نلاقي عنده مفاتيح، ممكن نلاقي حاجات ذهبيه، ممكن نلاقي عنده، لانه وهو بيطير بيلاقي حاجات مفقودات كثيره. هو بيحب الحاجه دي، ان هو بيشوف اي مفقودات موجوده في الطريق بيجيبها عنده. فلو في انسان عمل معاه موقف كويس، ممكن، وفي فيديوهات كتير يقرر يروح يجيب له هديه، يجيب له اي حاجه. هو بيدور على المفقودات اللي موجوده في الشارع، موجوده في اي مكان، بتجيبها له لو حاجه كويسه، نوع من التعبير عن الامتنان يعني. تمام. وعلى العكس، اذا كان هذا الشخص عمل معاه موقف وحش، فهو مش بس بيفتكره، هو بيعرف مجموعه الغرباني اللي معاه ان هو خلاص ده الشخص ده هو شخص سيء بالنسبه لينا وبالنسبه للمجموعه كلها. لان الغراب هو ليه فوكاليزيشن او ليه نعيق صوت بيعبر مش لوحده، هو بيعبر عن جميع الغربان. هم بيعرفوا بعض ان في مشكله في حاجه معينه بالصوت بتاعهم. علشان كده الانسان لما بيشوف النعيق الغراب بيتخض، لان الصوت بتاعه الى حد ما بيكون حاد قوي وقوي، فالانسان بيتخض منه. لكن هو لو انت عملت الغراب نفسه مش معتدي، ولكن لو انت بدات ان انت تكون معاه كويس او كده او مسالم، هو هيكافئك. لكن لو حاجه تانية هو للاسف يعني بيكون شرير مع البشر. طب اسمح لنا يا دكتور، واسمحوا لنا اعزائي المشاهدين نتوقف الان مع فقره كائنات لطيفه.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ونستكمل حوارنا النهاردة، وموضوع حلقتنا النهاردة عن طائر الغراب. ومن المعروف عن الغراب أنه له خصائص بقى في حياته الاجتماعية وتكويناته الاجتماعية، بعيدا عن أنه هو دائما بيعيش في مجموعات وعندهم قائد وأتباع. ولكن أيضا معروف عن فصائل الغربان أن هي لديها نظامها الاجتماعي الخاص اللي بيحددوا فيه دور كل فرد، اللي بيحددوا فيه الأساسيات، واللي بيحددوا فيه أيضا كيف يتم التعامل مع من يخرج عن هذا السياق الاجتماعي أو من يخطئ. الغربان هي بتعيش في جماعات ولهم قوانينهم الخاصة، وهي تحقق العدالة الإلهية. بمعنى إن لو في طائر غراب اعتدى أو سرق الأكل بتاع الصغار بيتم معاقبته ان هم الغربان نفسها بتيجي عليه وبتحاول تقصقص ريشه علشان ما يعرفش يطير. حاجه تانية من ضمن القوانين ان الغربان لما بتشوف ان في غراب اللي هو سرق العش او عمل مشكله في عش حد طائر تاني، بتحاول ان هي تخليه ان هو يبني عش جديد. الاكثر بقى تشويقا ان لما يكون في غراب اعتدى على انثى غراب اخر، الغراب بتبقى موجوده في مكان، وبيجي الغراب وفي فيديوهات موجوده كده ان هو بينكس راسه وجناحه ويتم الحكم عليه بالقتل. بمعنى ان هم بيحاولوا معظم الموجودين الغربان بيحاولوا ان هم بمناقيرهم الحاده يموتوه. بس المدهش بقى في الغربان، وده اللي موجود في القرآن، يعني من ضمن الحاجات اللي سبحانه وتعالى اختص الغراب دون غيره من الطيور. طبعا احنا ما نقدرش نقول ليه، ولكن نعقب على هذه الآية. لماذا الغراب ذكر في القرآن؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هنشوف الغربان بتعمل إيه لما حد من عندهم بيقتل. هم ما بيسيبوهوش زي بقية الطيور، لا، هم في غراب منهم بيحاول يحفر حفرة على وأولا بيبتدوا يعملوا زي نوع من الإعلان ده أكيد إنه في حد منهم مات. ده في بعض المجلات العلمية بتقول إن هم بيعملوا ضوضاء وبيعملوا أصوات إن في حد مات. طبعا في بعض التعقيبات بتقول ان ده بيكون حزن او حاجه زي كده، ولكن في تعقيب تاني بيقول ان هم بيتشاوروا مع بعض ايه سبب الموت، هل في خطوره علينا. ده غير موضوع اللي هو الاعدام، لكن لو في غراب مات هم بيتشاوروا مع بعض وبيشوفوا بيحاولوا يفهموا بعض هو ايه سبب الموت، هل في عدو مثلا في المنطقه او حاجه غريبه في المنطقه، ايه سبب الموت. وبعد ما يعرفوا سبب الموت طبعا في حد منهم بيحاول يحفر حفره على مقاس الغراب وبيعمل عليه التراب تكريما ليه. لازم يدفن وبيكرموه، عندهم تكريم الموتى ودفن الموتى. لكن معظم الطيور لو في طائر مات ولا حاجه خلاص مفيش اي مشكله خالص، ما عدا الغربان اي طائر بينفق او بيموت لازم يتعمل له حفره وبيتهال عليه بالتراب ويتم تكريمه. حاجه تانية في الغربان ان الغربان عندهم بيستشهدوا بها في بعض الحاجات العلمية. بمعنى مثلا في الطب البشري او في مرض بعد التقدم في العمر بيظهر تجاعيد موجودة حول العين، فبيسموا هذا المرض اللي هو قدم الغراب، مرض قدم الغراب. ليه؟ لأنه بيعمل عبارة عن خطوط مستقيمة زي رجل الغراب. حاجة تانية كمان، في مقولة شهيرة قوي عن الغربان بيستشهدوا بيها اللي هو when the crows flies. بمعنى إيه؟ عندما يطير الغراب. بمعنى في حالة الطيران دايما لما بيكون في نقطة ومكان، لو انت عايز تروح من مكان لمكان ممكن تقعد تروح اماكن، يعني ايه، تفضل تطير في اماكن متفرقة فتاخد وقت اطول. ما عدا الغربان بتطير في خطوط مستقيمة فبتحاول تقصر المسافة. فهم بيقول لك لو انت في الطيران او في السماء وعايز توصل ما بين اقل نقطتين او اقصر مسافة، حاول تطير او تحلق مثلما يفعل الغراب. طب ليه الغراب بيمشي في خطوط مستقيمه؟ لانه هو ما بيهموش ان في مشاكل قدامه، هو بيبقى محدد الهدف ان هو عادي مع شجاع ذكي يقدر يوصل ما بين اقصر نقطتين. عكس بعض الطيور لما بتشوف مكان وعايزه تروح مكان وتلاقي ان في مشاكل هتقابلها ممكن تروح من مكان تاني او كده. لا، الغربان ذكائهم وشجاعتهم بتخليهم ان هم يوصلوا ما بين اقصر المسافات.
العمر الافتراضي للغراب قد ايه؟ الطبيعي ان الغراب بيعيش مثلا حوالي من 7 الى 10 سنوات، وممكن توصل ل 15 سنه. البلوغ عندهم بيوصل من لو كانت الانثى 3 سنين والذكر يبقى 5 سنين، والانثى بتضع البيض يعني على هيئه مجموعه من البيض حوالي مثلا 3 الى 7، وبتقعد عليها حوالي 20 يوم ثم يفقس الغربان. ودايما موسم التزاوج عندها بيبدأ من شهر مارس، شهر 3. بعيدا عن النسور، مين من الطيور الأخرى أو الحيوانات بيخشى الغراب؟ هو يعني ممكن اقول لحضرتك ان معظم الطيور بتخشى الغراب لسبب، لان احنا في حاجه انا ما قلناهاش، ان الطيور في منها ما هو ياكل العشب، وفي منها ما هو الجوارح اللي هي بتاكل اللحوم، ما عدا الغراب. الغراب ياكل كل شيء، يعني احنا مش متخيلين ان هو ممكن ياكل الفواكه، ممكن ياكل الفواكه، ممكن ياكل البقوليات. وفي حاجه بس بالنسبه لموضوع البقوليات او الحاجات اللي هو ما بيقدرش يكسرها تدل على ذكاء الغراب. لو في حاجه من الحاجات اللي ما بيقدرش يكسرها بالمنقار الحاد، حضرتك بيعمل موقف يعني في فيديو ليه يعني يدل على الذكاء الشديد، ان هو بيجي على الطريق اللي هو بيمشي فيه العربيات او السيارات، ويحط الحاجه اللي هو مش عارف يكسرها علشان العربيات تكسرها، وبعدين هو يحصل على يجي ياخدها ويجي ياخدها. لا موضوع الذكاء في الغراب فيه امثله وحاجات كتيره قوي يعني تدل ان هو اذكى طائر بلا استثناء. يعني هو فيه حاجات كتيره قوي مشوقه، وانا بقول للساده المشاهدين ان هم يحاولوا يبحثوا عن ذكاء الغراب. هم مش بيقول ده، في حاجه تانية كمان، ان هو حلال المشاكل. يعني انت ممكن ان انت تحط له اكل، بس الاكل ده تصعب عليه الموقف وتصعب عليه الحاجات عشان يحصل على الاكل، هو بيحلها. لدرجه ان هم قالوا عليه ان هو مش بروبلم سولفر او حلال المشاكل، لا ده هو التيميت بروبلم سولفر، ان هو بيحل المشاكل بطريقه يعني لاقصى الحدود. وطبعا سبحان الله، احنا قلنا السبب في الدماغ بتاعته او البرين بتاعه، سواء كان وضع تشريحي او كمان ان هي كانت حجما للغراب. الغراب كمان الصوت بتاعه، في بعض الناس بتستأنس الغراب، يعني الناس مش خايفه من الغراب، لا بيستأنسوه، بيربوه، بيقلد اصوات الانسان، بيقلد، عنده القدره ان انت ممكن تكلمه زي البارتس او الببغاء، بيقلد اصوات الانسان. وكمان ممكن يعمل الحاجات الموسيقيه، يعني هو عنده القدره ان هو يتعلم ويقول الكلام بتاع البشر. هو يعني طائر فائق الذكاء، هو طائر يعني عبقري. انا بدعو الناس ان هي تحاول تقرا عن الغراب، تشوف الفيديوهات ازاي هو سمارت، هو ازاي هو طائر عبقري حلال للمشاكل. كمان هو بالنسبه للبشر هو طائر يعني لطيف، هو على عكس ما الناس بتفكر ان هو بس هي الناس عشان مش متعوده أو عاشت على الموروث من الخرافات فيما يخص الغراب، او اخذت علامه ان هو صاحب الفضل على البشر في مساله تعريف الانسان بمساله الدفن. فعندنا عمليات ربط، وبالذات في مجتمعاتنا العربيه هنلاقي ان احنا بنكون ميالين الى ان احنا نربط هذه الاشياء ونكون فكره عن الشخص او الطائر او الكائن او الموقف. لكن الحقيقه من مجمل اللي سمعناه النهارده من ضيفنا في هذا اللقاء، فبالفعل طائر الغراب هو طائر مظلوم، طائر يتمتع بذكاء عالي جدا، طائر اجتماعي جدا، طائر عنده قدره على تحدي الصعاب وحل المشكلات، طائر يسهل جدا انه يكون أليف مع البشر وعلى مقربة منهم، بل نقدر نقول أنه الطائر أيضا المعلم. في ختام اللقاء بشكر الأستاذ الدكتور أحمد شحاتة، المدرس بكلية طب بيطري جامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. أعزائي المشاهدين، ده ميعادنا مع لقطة الأسبوع.
وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اللي نرجو ان احنا نكون وفقنا في اختيار موضوعاتها وفقراتها. الاسبوع القادم ان شاء الله يتجدد اللقاء مع امم امثالكم. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.